البنات، كيف الأحوال؟ اليوم غادي نشارك معكم واحد الكيك يومي كيجي رائع جدا. تبعوا معايا الطريقة الأخير ديال الفيديو. بسم الله على بركة الله. أول حاجة عندي هنايا واحد الإناء وعندي واحد الخلاط. أول حاجة غادي ندير البيض. بسم الله. واحد، جوج، ثلاثة. صافي انا غادي نزيد الكاس ديال السكر. بالنسبه للعبار غادي ديروا العبار ديال الكاس الصغير لان درت غير 3 البيضات. وغادي نخلط مزيان هاد السكر مع البيض. من بعد ما خلطت البيض والسكر غادي نزيد 2 اكياس ديال السكر ديال النكهه ديال الفاني. هاد الفاني كتجي واعره بزاف، احسن من هذا، من ايديال، كتجي فيها النكهه اللي هي زوينه بزاف. كنصحكم بها. كنخلط مزيان الفاني مع البيض. صافي انا غادي نزيد الزيت لابا بنفس الكاس. كنخلط مزيان الزيت مع العناصر الاخرين. من بعد انا غادي نزيد الكاس ديال الحليب. بالنسبه للمول غادي نستعمل هذا ديال المول العادي، ديال الكيك العادي عفوا. انا عزيز عليا هذا المول لانه كيجي هكا، كيجي ساهل، كيعجبني هكا. الا بغيت نصايب كيك يعني العادي اغلبيه كنصايبو غير في هذا المول. غادي هنا دهنتو بالزيت، نرشو بالدقيق. صافي انا غادي نزيد الدقيق ديجا مغربل، ولكن غادي نرجع نغربلو ثاني. ندير 2 معالق كيكونوا عامرين. درت 4 5 6 المعالق ديال الدقيق يكونوا عامرين بزاف. انا كندير الدقيق دفعه واحده، ما كندير شويه بشويه، ماشي بحال الجينواز اللي كنديرو غير بشويه بشويه ولا دو. صافي انا كما شفتوا الخليط كيكون بحال هكا. غادي نزيد 2 ساشيات ديال الخميره ديال الحلويات، 16 غرام ديال الخميره ديال الحلويات. او كتوقع. صافي غادي نخلط الخميره مع الدقيق. كتسمعوا القران، ما عرفت واش كيتسمع في التليفون او لا. كنتمنى ما يكونش فيه شي حقوق الطبع والنشر، لاننا خدامه من قبيله مازال ما كملاتش سوره البقره. كنخدمها كل نهار صراحه، كتحسوا بالراحه النفسيه. جربوها في الدار ديالكم كل نهار خدموها، ولا الا قدرتوا كاع تقراوها راه مزيان، كتحسوا براحه نفسيه صراحه الله. كنتمنى ما تكون فيه حقوق الطبع والنشر. صافي من بعد ما درت 2 خميرات غادي ندير هنا شويه ديال الخل. صافي الخليط كيجي بحال هكا. كما شفتوا المول راه دهنتو قبيله بالزيت ورشيتو بالدقيق. غادي نخوي الخليط هكايا من الفوق، ماشي مشكل.
هنا غادي نخليو واحد شويه. نصليتيه غادي نزيد له واحد الكاكاو، واحد الساشيه ديال الكاكاو، غير شويه، شوفوا غير شويه، داكشي اللي كيلصق مع سميتو. هنايا كما قلت لكم غادي ندير واحد الساشيه ديال الكاكاو. هذا الكاكاو المور ماشي الكاكاو هذا. غادي نزيد شويه ديال الحليب، غير شويه، وغادي نخلط داك الكاكاو مزيان مع الخليط والحليب. درت الحليب هكا غير باش، لان الكاكاو كيقصح لينا الكيك، داكشي علاش درت شويه ديال الحليب. هنا خديت واحد المعلقه، غادي نخويها، كنحاول نخويه في النص، في الوسط عفوا، قلت لكم في النص. من بعد ما ساليت، هنا غادي ناخذ واحد العود ديال الشواء، غادي نحاول نديرها غير بحال هكا باش تجينا في الداخل. بالنسبه للفران انا ديجا شاعل، لاني مازال يلا طيبت الخبز، يعني دابا 12 ديال الصباح، ما عرفتش امتى تحط هذا الفيديو. طيبت الخبز والفران سخون وخليته شاعل من التحت. دابا غادي ندخل الكيك ديريكت للفران يطيب ونرجع معكم. صافي هنا البنات، من بعد ما كطيب لينا الكيكه ديالنا غادي نحيدوها ونديروها في الطبسيل. كندير واحد الاناء صغير لتحت هكا باش نقدروا نحيدوها، وكناخذوا الطبسيل كنديروه لتحت وكنقلبوها. بالنسبه للتزيين، اللي بغات انها زينها، اللي ما بغاتش تخليها بحال ما هكا. بالنسبه للكيك اليومي عاده كنخليوه بحال هكا، اللي بغيتي تعطيوه لوليداتكم المدرسه ولا هكا تفطروه به هكا مع اتاي في الصباح ولا مع القهوه، كيجي هكا زوين. وكتقطعوه وكديروه في شي بواطه وكديروه في الثلاجه، كديروه يومين 3 ايام وكتعاودوا واحد اخر. انا هكا كندير، انا ما غاديش نزينو، غادي نخليه بحال ما هكا، غادي نقطع مع سخن ليا التليفون تسد وعاود حليته، ماشي تسد كاع، المهم سخن ليا التليفون. غتشوفوا الاضاءه عفوا ناقصات شويه لان سميتو تقطع لنا الضوء دابا، داكشي علاش شعلت غير فلاش ديال التليفون فقط. المهم الكيك كيجي بحال هكا كما قلت لكم، نقطعوه باش تشوفوا كيفاش كيجي من الداخل. ناخذ واحد الطبسيل بسم الله. هو كيجي بحال هكا. بالنسبه لداك الكاكاو اللي درنا في الاخر كيعطي واحد المضيضير هكا زوين. هنا كتحكموا كما بغيتو تقطعوا صغير، بغيتو تقطعوا كبير، يعني غليظ ولا رقيق. انا كنقطعو بحال هكا، ما يكونش غليظ وما يكونش رقيق، هكا السمك اللي غادي يقدر زعما بنادم ياكل.
المهم كي كيجي بحال هكا كتكون فيه النكهه ديال الفاني. كما قلت لكم داك الفاني صراحه انا جربته غير مؤخرا لقيته زوين احسن من ايديال، احسن من داك الاخر ديال ايديال. ايوا داكشي اللي كاين. ما عرفتش واش واحد المش واش شم الرائحه ديال الكيك ولا كيفاش. انا دابا كاينه في الكوزينه وحاله الشرجم كما قلت لكم لان تقطع الضو، بغيت شويه ديال الضو هكا يتخليها من الشرجم وسميتو. وكنسمع المش دابا كيغوت ولا كيقول مياو مياو. ما عرفتش واش شم الرائحه ديال الكيك. المهم هذا هو الكيك اللي شاركت معكم اليوم. هذا هو هذه هي الوصفه ديال نهار اليوم. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. نقول لكم الا كنتو اول مره كتدخلوا القناه ما تنساوش انكم تشتركوا عندي وخليوا لي واحد لايك للفيديو. ما تنساوش انكم تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء والاحباب. وكنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. جربوا هذه الكيكه. بالنسبه للناس اللي عندهم وليدات هكا كيمشيو للمدرسه هكا تعطيهم لهم الفطور ولا ديروها بها. كنتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. باي باي حتى الوصفه الجديده ان شاء الله. باي باي.